السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازي حضراتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسعاده. واللي بيتكلموا على الفتنه، واحنا من امتى بنقول مسلم ومسيحي؟ احنا مفروض نتقي ربنا، وزي ما حضرتك وحضرتك متدينين وتعرفوا ربنا، هم ايضا متدينين ويعرفوا ربنا. وحكايه هم وهن، احنا مش بتوع الكلام ده. احنا كلنا كيان واحد، على قلب رجل واحد وامراه واحده، طفل واحد، شاب واحد، شابة واحدة. مفيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي في وطن واحد. احنا ما بنعرفش بعض، يعني احنا بلاش الغريب يدخل ما بيننا بكلمة ملهاش اي لازمة يوقف النفوس من بعض. قضايا بتحصل بين الطرفين في اي وقت من الاوقات، قضايا قتل، قضايا اغتصاب، قضايا سرقة، قضايا، كل القضايا موجودة بين الطرفين. عمرنا ما قلنا ده مسلم وده مسيحي. القضاء والامر وصل للقضاء، الكل يلتزم الصمت لغاية القضاء ما يقول كلمته، وبعد كده يتم تنفيذ قرار القضاء. لكن علشان نستنتج ونتكلم ونقول ونعمل مظاهرات ونعمل هتافات، اصل ده ديانته كذا، اصل دي ديانتها كذا، اصل ما اعرفش، ده كلام فاضي وقلة ادب. واللي داخل بينكم بالفتنة لابد ان يحاكم ويحاسب ويحاكم، ولو ادى الامر انه يتحبس، لان احنا على ارض واحدة. الوطن للجميع، الدين لله، والوطن للكل. ده اللي احنا نعرفه، وده اللي احنا اتربينا عليه، وطلعنا لقينا ابائنا واجدادنا على نفس الوتيره. رمضان يدخل علينا بالمناسبات السعيده، تفضل الحلويات رايحه وجايه بيننا وبينهم. الاعياد تدخل بمناسبات سعيده من هنا او من هنا، بتفضل الهدايا رايحه وجايه بين الطرفين. من امتى احنا النهارده بنقول مسلم ومسيحي؟ لما بتقابلنا قضيه معينه او مشكله معينه تتحل وتوصل للقضاء، القضاء يقول كلمته، الموضوع انتهى ونلتزم الصمت. لكن علشان نقول مسلم ومسيحي، فلا بد اللي بيقول الكلمه دي يحاسب. والله العظيم مفروض اللي يقول حاجه زي كده يتم القبض عليه ويحاسب. يعني سعادتك كمسلم، يعني بلاش انا اقول انا مسلم ولا انا مسيحي، سعادتك كمسلم يعني انزلت من السماء راجل نظيف وراجل شريف وراجل ملاك من الملائكة، الجنة ليك في الارض وفي السماء، وهو جهنم. انت بتقول يا رب وهو بيقول يا رب، انت بتعبد ربنا وهو بيعبد ربنا. الحساب عنده هو، مين الصح ومين الغلط عنده هو، مش عندك انت. لا من حق حد يحرم حد، ولا من حق حد يقول ده حلال وده حرام. اللي يقول الحلال والحرام رب العزة، اكتر من كده مفيش. انت عليك المعاشرة الطيبة مع جارك، المعاملة الحسنة، الكلمة الحسنة، زي ما كل الرسل والانبياء والصالحين وصونا جميعا. ما وصوش طرف على طرف، ما عصوش طرف على طرف، ما اجبروش طرف ان ينتقم من طرف. احنا هنا بشر بني ادمين، واللي منكم ما عندوش خطية يجي كده في التعليق ويقول لي انا منزه، وانا نازل من السماء، وانا ما اتولدتش من بطن امي، وانا ويوريني شطارته. اكتر من كده مفيش. لكن علشان نسمح لايا كان دخيل بينا يقول ده ديانته كذا وده ديانته كذا، لا، الكلام ده كان زمان وجبر. الكلام ده انتهى من زمن الزمن، مش من النهارده. واحنا عمرنا، وكانوا برضو اللي بيقولوا ده كانوا بيخشوا بينا بالفتنه، وفي الوقت اللي بيعملوا فيه فتنتهم كنا بنقعد مع بعض مسلم ومسيحي، بناكل مع بعض في طبق واحد، وبنتفرج على النشرة مع بعض، وبنشوف الأخبار مع بعض، وبنتابع الدنيا مع بعضيها، وبنقول سبحان الله. وهوب تقوم تاني يوم ضربة تضرب في الجامع عشان نقول ده المسيحي هو اللي ضرب، وبعديها بأسبوع هوب ضربة تيجي في الكنيسة عشان نقول ده المسلمين هم اللي ضربوا الكنيسة. لا يا سادة محترمين، الكلام ده كله كلام دخيل علينا. احنا كشعب مصر، احنا شعب مضياف. لما حضرتك او حضرتك بتتعرضوا لمشكله صحيه، بتضطركوا ان انتوا تروحوا المستشفى، بتضطركوا ان انتوا تاخدوا دم، هل سالتوا الدم ده دم مسلم ولا دم مسيحي؟ لما لا قدر الله انسان نام على بنج بتاع العمليات، سالتوا الدكتور او الدكتوره اللي عمل لي العمليه مسلم او مسيحي؟ من الديانتين بقى. برضو الكلام للمسيحي، لما توصل لك الدم وعايز تاخد دم، سالت الدم ده بتاع مسلم ولا مسيحي؟ ولو انت مريض واتعملت لك عمليه والدكتور هو اللي عمل لك العمليه او دكتوره، سالتوا انفسكم دول مسلمين ولا مسيحيين؟ من امتى؟ وانت عشان رجلكم ما شايلاكم تخشوا بالفتنه بين الناس؟ ما هو مصر مش هتتهدم ابدا. الفتنه اللي انتوا بتتكلموا فيها دي ما سبق قبل كده
في اللي عمل محاولات ان يدخل بالفتنه بينا وفشل. فانتوا عايزين تعيدوها تاني؟ يعني اللي هيتمسك مش هيترحم. الفتنه اشد من القتل. فاللي هيتمسك صدقوني مش هيترحم، ولكن بالقانون. مسلم مسيحي داخل مصر هو واحد، في وطن واحد، قلب واحد، دم واحد، اكل وشرب ولبس واحد. ده بيغير على شرفه وانا بغير على شرفي، ده بياكل فول الصبح وانا باكل فول الصبح، مفيش فرق بيننا. فيعني انا يعني ارجو لو في حد من اللي بيشوفني له في الموال ده، انا بقول له ريح نفسك، لان انت خاين للبلد. انا بعتبرك خاين. اللي يحاول يخش بفتنه وبالاخص بين ديانتين، انا استحي كل شيء اقول مسلم ومسيحي، اللي هيحاول يدخل بفتنه بين ديانتين يا ساده يا محترمين، بالنسبه لي انا بعتبره خاين. خاين للوطن، خاين للعهد، خاين للعرض، خاين للشرف، خاين لربنا، لان ربنا حتى حرم القتل الا بالحق. وعلشان ندخل بفتنه، فالفتنه ممكن توصلنا القتل، ممكن توصلنا لمشاكل كتير قوي احنا في غنى عنها. هيكون سببها مين؟ فلان. يبقى فلان ده لما يتجاب ويتحاسب من اولها، وانا اقول عليه، انا كده ما بقولش فتنه، لا ده انا بقول على انسان عايز يودي البلد دي في داهيه. يا ساده محترمين، احنا عمرنا ما قلنا مسلم ومسيحي، احنا كلنا على ارض واحده، كلنا بيحكمنا قانون واحد، اللي بيغلط بيتحاسب، مفيش فرق بين كذا ولا كذا. حتى لو حد هيدخل بالدفاع عن شخص معين، مفيش داعي يذكر الديانات، خلي الديانة دي على جنب. انت داخل تدافع عن مجني عليه، خليك في نطاق القضية. الجاني ديانته مسلم، ديانته مسيحي، فهو جاني. المجني عليه مسلم او مسيحي فهو مجني عليه. اكتر من كده مفيش. الكل محترم قدام شاشات التلفزيون، دول بيشكروا في دول، دول بيشكروا في دول، دول كلامهم وسطي، دول كلامهم وسطي، دول بيقولوا يا رب، دول بيقولوا يا رب. يعني الفتنة اللي داخلة بين الناس وبين بعضيها، بقول لكم وفروا على انفسكم، لان دي خيانة للوطن وخيانة لربنا، واللي هيتقبض عليه هيتم اتخاذ اللازم ضده. وانا بقول يا ريت العقوبة تكون شديدة جدا. كل من يثبت عليه محاولة الفتنة على ارض مصر، ارض مصر حضنة لكل الديانات. اذا ما كانتش الديانة الثالثة بتوصل عند سعادتك في القاهرة، فممكن يكونوا هم برضو ضيوف عندنا، بيجوا في بعض المناطق للسياحة للتنزه. ده امر ما يخصش اي حد فيكم. اللي بينظم العملية الحكومة، مشكلة في مين؟ في وزارة السياحة. اكتر من كده محدش له دخل. ما بتتكلموش يعني عليهم. اشمعنى بتتكلموا على ناس بتاكل من طبق واحد؟ اتقوا ربنا. والله مهما عملت يا راجل، انت بتروح تشتري هدومك اللي ما عندكش دم يا رمة، انت او هي، ما بتسألش البياع ده مسيحي ولا مسلم. وبتلبس، بتجيب موبايل صناعة يهودي، صناعة كفرة، وحطه في جيبك، ما بتقولش مسلم ولا مسيحي. بتاكل اكل، ما سألتش المزارع اللي زرع الاكل ده مسيحي ولا لا. بتجيلك لحمة مجمدة وبتروح تجيبها لحمة مجمدة، ما بتسألش اللحمة دي اتذبحت على الشريعة، ما بتسألش البياع اللحمة دي اتذبحت على الشريعة الإسلامية ولا اليهودية ولا الهندوسية ولا العفريت الأزرق اللي ياكلك انت وهي. يا سادة يا محترمين، اللي في حياته حد بيحاول يسيء للبلد انبذوه، عشان يحس ان هو منبوذ ويحس ان هو مكروه، يمكن يتقي ربنا ويرجع. مصر فيها المسلم والمسيحي واحد، الكل بيقول يا رب، والكل بياكل في طبق واحد. ومهما عملتم ان شاء الله عمر الفتنة ما هتتملك من الشعب المصري. الوحدة الوطنية، وتحيا الهلال مع الصليب. السلام عليكم.